اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه يا احلى متابعين في الدنيا؟ صباح التفاؤل، صباح الهنا، صباح السعادة على عيونكم. تعالي بقى اقولك، لو عايزة تشربي كوباية نسكافيه روعة زي اللي انا بشربها دي، تقلبي كده بالمعلقة وبايديكي بتوجعك، الطريقة دي هتخليكي بدل ما تشربي النسكافيه كل يوم هتشربيه في اليوم بالاتنين وبالتلاتة. يلا بينا بقى نسمي بالله ونصلي على الرسول. شوف وصفتنا الجامدة جدا اللي تستاهل منك لايك وشير وتفعلي الجرس عشان ينزلك كل جديد من فيديوهاتي يا احلى متابعين في الدنيا. بقى الفناجيل كده وضفت طبعا السكر، طبعا السكر على حسب الرغبة. ضفت معلقة ونص في الفنجال ده ومعلقة ونص في الفنجال التاني، وهضيف دلوقتي معلقة نسكافيه هنا ومعلقة نسكافيه برضو في الفنجال التاني بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا بقى الطريقة دي بجد هتخليكي بد زي ما قلتلك تشربي في اليوم بالاتنين والتلاتة. شاليمو عادي، اي شاليمو موجود عندك هتمسكيه كده وهتجيبي مقص هتفتحيه تلاتة. لو ما عندكيش مضرب نسكافيه الوصفة دي ليكي، لو بتزهقي من كتر ما انت بتقلبي النسكافيه البلاك بالمعلقة برضو الوصفة دي ليكي. هتجيبي شاليمو وهتفتحيه وهتجيبي المقص وهتقصيه 3 فتحات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا هتمسكوا بقى الفتحة الاولانية تطلعوها كده. بصوا بجد طلع الطريقة دي روعة بجد. انا عندي مضرب نسكافيه بس بجد من ساعة ما جربت الطريقة دي وانا ما بضرب، يعني مش بضرب النسكافيه غير بيها. بحسها اسهل من مضرب النسكافيه بكتير، واسهل من اللي انتي تمسكي المعلقة بقى وتقعدي تقلبي كده علشان النسكافيه يطلع له فوم كده من فوق. دي برضو اسهل طريقة. هنا بقى ضفت بقى معلقة من المية هنا في الفنجال ده ومعلقة برضو من المية في الفنجان التاني. وهنا بقى دي طبعا شفتي شكل الشاليمو. هنا بقى بصي حطيت السكر والنسكافيه والمية، هتتني بقى تقلبي كده بالشاليمو. بصي بتضمي ايديكي الاتنين اكنك بتفركيه كده. بجد الوصفة دي خيال، تحفة تحفة مش عايزة اقولك بجد. بصوا اصلا مسافة انتي اللهم بارك بتقعدي تقلبي كده بايديكي الاتنين بالشاليمو. بصوا الفوم بيعمل فوم بيعمل بصوا وش، اعمل بقى وش نسكافيه او فوم نسكافيه او رغوة نسكافيه روعة. شوفي بقى انتي بتقولي عليها ايه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بجد خطير. بجد لو انتي لسه معرفتيش الطريقة دي فايتك كتير قوي. طبعا بقى ايه بصوا هوريها لكم دلوقتي. طبعا الشاليمو ده انا مش برميه، انا بغسله وبشيله. طبعا ممكن تستخدميه مرة واتنين وتلاتة. وهنا برضو هعمل نفس اللي انا عملته في الفنجان الاولاني. بصوا برضو بصوا الفوم اصلا بتاع الفنجان الاولاني. بصوا بقى ركزوا دلوقتي بقى في الفوم التاني كده هيطلع خطير بجد تحفة. ولا اكنك قاعدة في كافيه وبتشربي احلى كوباية نسكافيه. بجد كوباية النسكافيه دي خيال في حتة تانية، ما اقدرش اقعد من غيرها. هنا بقى هعمل حاجة دلوقتي. طبعا في نسكافيه بندق، نسكافيه كراميل، طبعا في نسكافيه بالطعم اللي انت عايزاه. انا بقى دلوقتي هعمل النسكافيه بتاعي بالفانيليا بيديها طعم خطير. جربيه بالطريقة دي بجد مش هتندمي. جربي كده ضيفي رشة فانيليا بعد ما تضيفي اللبن. وهنا بقى بضيف اللبن هدخله بقى الميكرويف دقيقة، وهرجع بقى اللي انا اضيفه على النسكافيه. بجد جربي حتة الفانيليا دي خطيرة. هنا بقى بصوا الفوم، بصوا ما شاء الله. وانتي اصلا بتضيفي اللبن بصوا خطير بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. دلوقتي بقى هتضيفي الفانيليا، جربيها بالطريقة دي. طبعا اختياري، حابة اللي انت تضيفيها حابة مش حابة مفيش اي مشكلة. بس هي بجد بتدي بقى ميكس كده مع النسكافيه خطير بجد في حتة تانية. وهنا بقى ضفت طبعا الفانيليا زي ما قلتلك جربيها، ومش حابة تجربيها مفيش اي مشكلة. وهنا بقى بصوا النسكافيه وجماله وحلاوته بصوا طعمه، ولا بصوا كان خطير خطير بجد. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. ما تنسوش اللايك والشير وتفعلوا الجرس عشان